الوفاء. وما أدراكم ما الوفاء. يوم فتح مكة أيضا الناس جلوس، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام الناس فيسكتهم، وإذا بامرأة عجوز تأتي معها عصا تتوكأ عليها تكاد أن تسقط، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وفرش هذا الرداء على الأرض، ثم جلس هو والمرأة العجوز الذي كان يرقب الموقف ويحدث عنه هي أم المؤمنين عائشة. قالت: فجلس النبي مع المرأة العجوز يوم فتح مكة، وإذا به يضحك مرة ويبكي مرة، يضحك مرة ويبكي مرة، ثم عاد إلى عائشة قالت: يا رسول الله، من المرأة التي جلست معها وأخذت عقلك؟ يا رسول الله، من المرأة التي أدهشت؟ فقال: يا عائشة، إنها الحولة، اسمها الحولة، وهي صاحبة خديجة. قالت: يا رسول الله، رأيتك تبكي معها مرة وتضحك معها مرة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كانت كلما ذكرت لي موقفا مع خديجة يضحك ضحكت، وكلما ذكرتني بوفاة خديجة بكيت. يومها غارت عائشة قالت: يا رسول الله، خديجة خديجة، وكأن الله لم يخلق لك إلا خديجة. غارت أم المؤمنين عائشة، ثم قالت: يا رسول الله، لقد أبدلك الله خيرا منها، وأشارت إلى نفسها. هل هنا في زماننا وفاء كهذا الوفاء؟ هل هناك رجل وفي لزوجته مثل هذا الوفاء؟ هل هناك رجل وفي للناس كرسول الله له؟ فنظر إليها، وعائشة زوجته وقرة عين النبي، لكنه الوفاء. قال: لا يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة. اليوم تجد رجل يكون مع زوجته سنوات، فينفصل الرجل عن زوجته، يطلقها فيفضحها بين الناس، ويسري لسانه في عرض زوجته التي كانت في يوم من الأيام وفية له، في أول موقف طلاق انفصال يذهب فيفضح زوجته هنا وهنا في المحاكم وعند الناس وعند الأقارب وعند أهلها. تجد رجل مع صاحب سنوات، تفرق بينهم تجارة، يفرق بينهم مبلغ من المال، يفرق بينهم دين، فتجدهم يفترقان، هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا. إن الحر من راع وداد لحظة. هذا الحر الذي يستذكر المواقف، الحر الذي يكن وفيا للمواقف، لا الذي يترك صاحبه فيخونه فيسبه ولا يتذكر الأيام الجميلة. لما الواحد منا يتذكر أسوأ الأيام مع من ينفصل عنه، يتذكر أسوأ الأيام مع صاحبه، يتذكر أسوأ الأيام مع الناس؟ لماذا الواحد لما يحارب رجل ينفصل عن زوجته عن خطيبته، يحدث شجار بينه وبين جاره أو صاحبه، لما لا نستذكر أنه كانت تجمعنا أيام جميلة؟ اسمع إلى الوفاء في زمن ضاع فيه الوفاء. قال: يا عائشة، لا والله ما أبدلني الله، والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة. ثم يستذكر المواقف. قال: يا عائشة، لقد آمنت بي يوم أن كفر بي الناس،
ولقد أعطتني من مالها حينما حرمني الناس، ولقد آوتني حينما طردني الناس. ندمت عائشة، قالت يا رسول الله استغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة والله لا أستغفر لك حتى تستغفرين لخديجة. يا من ينقصكم الوفاء تعلموا، يا من تغدرون بأزواجكم تعلموا، يا من تضيعون أيام الحب وأيام الوفاء عند موقف غضب تعلموا معنى الوفاء.